يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى واغلى متابعين. ازيكم يا حلوين؟ اتمنى تكونوا بخير بصحه وسعاده وراحه بال. صلوا على حبيب قلبكم اللي تيجي يجعلنا لكم سعيد. النهارده بقى روتين كله كده نشاط وطاقه ايجابيه. تابعيني لاخر الفيديو ان شاء الله تستفيدي منه. قوم بقى كده من النوم، اول حاجه نعملها نتوضى كده ونصلي الفجر، ونفتح شباك البيت كده ونولع عود بخور وشغلي اذاعه القران الكريم، هتحس براحه نفسيه غير طبيعيه. عايزه اقول لكم كمان لازم نتمنى الخير لبعض عشان ربنا يرزقنا جميعا. بحبكم في الله يا اغلى متابعين. النهارده بقى يا حبايبي عندي بقى كده مناسبة النهارده، عيد ميلاد بنتي. اعمل لها كده صينية كيكة بالشوكولاتة. لا هجيب تورته ولا هعمل اي حاجة تاني غير صينية الكيكة دي، هعملها بالشوكولاتة وازينها كمان بصوص الشوكولاتة منها فيها. مش هعمل لها كمان صوص شوكولاتة يعني جاهز. كله هيبقى كله منها فيه، يعني الصوص هيبقى من قلب الكيكة نفسها. وكمان بقى هنقوم بقى دلوقتي عشان نروق الشقة كده. يلا بقى نتمشى كده ونتشجع مع بعض، روتين كله نشاط كده وحيوية وكله طاقة ايجابية. اول بقى حاجة هعملها، انا بصراحة النهاردة كنت نزلت السوق اشتريت شوية حاجات كده، ما كانش عندي وقت بقى الم الفرش بتاع الشقة كده. بصوا النهاردة مش تنظيف العميق بمعنى اصح، النهاردة بقى كده تنظيف كده كلش مكان كده من على الوش. مسكت بقى الركنة، انا بفضل الركنة بتاعتي كويس كده، والخداديات، ومسحت كده الخشب ومش عارفه وبعد كده بقى انا كنتش هصور بصراحه، فقلت بقى اكنس بقى كده من على الوش بس الورقه كده والترابه، ولو في زباله ولا حاجه هي برضو نظافه، بس نظافه نص نظافه. خلصنا بقى برضو طبعا ده بقى التنظيف اللي بتعمليه بيبقى كده حاجه في السريع. كمان بخش بقى على السراير، اروق السراير وانفضها وارتبها كويس كده واظبطها. وكمان برضو المطبخ نفس الموضوع، اشطب بقى المواعين بقى وكده. عايزه اقول لكم بنتي بقى هي كانت بصوا مش هتسكت، تمسك الجاروف تشيله، افرش الفرشه تشيلها تاني. بصوا مش عارفه اعمل منها حاجه بصراحه. بصوا ما هتمسك الجاروف هي بقى النهارده تمت سنه، عشان كده هعمل لها النهارده كيكه بالشوكولاته. طبعا الولاد قالوا لي بقى النهارده عيد ميلادها، عايزين نشتري تورته ولا جاتوه يا ماما ولا نعمل اي حاجه. قلت لهم طبعا الحياه لا ما تسمحش، بس انا قلت بقى اقوم بقى كده عندي اشوف في المطبخ لو لقيت كاكاو خام او كده. انا بكلمكم بصراحه، اعمل صينيه كيكه كده بالشوكولاته، واشوف برضو الامكانيات اللي عندي. والله انتوا عارفين ان انا عملت صينيه الكيكه ديت ببيضه واحده بس، اللي هي البيضه اللي كانت موجوده عندي في التلاجة، عملت بيها صينية الكيكة دي. هي الكيكة يعني مش هتعيط لما انا اعملها ببيضة واحدة، او الحاجة مش هتبوظ لما انا اعملها بالحاجة اللي موجودة في بيتي ديت بالامكانيات الموجودة. بصوا انا هنا كنست الاوضة اهيت. بصوا مش عايز صوت يا ماما. هودي بقى الزبالة كده على الناحية التانية، وبعدين بقى ادخل بقى اروق الاوضة التانية واكنسها. عايزه اقول لكم ان ربنا بيخلي الحاجه حلوه وناجحه معاكي. يعني صينيه الكيكه ديت نفعت معايا، وعايزه اقول لكم ان انا يعني مجهزه حاجتها بالعافيه، السكر اللبن الزيت. والله عاملاها بنص كوبايه زيت ويمكن اقل كمان، وعاملاها بيضه واحده والحمد لله طلعت هشه وجميله وطعمها في منتهى الجميل. كيكه اقتصاديه ما كلفتنيش حاجه. اوعي يا بنتي بقى خلينا نكمل بقى الترويق بقى عشان ننفض. لا كده غلط بقى، انت هتلعبي كمان في التراب. اخر بقى ما زهقت بقى، بصوا بقى الماسكه اللي انا مسكتها لها ديت، قلت لها اقعدي هنا بقى عشان عايزين نخلص بقى ونلم التراب ده، وبعدين العبي براحتك بقى. تبقى الحاجه بقى في النظافه، مفيش تراب مفيش ورق مفيش زباله، وبلعبي بقى براحتك. بصوا زي ما اكون عايزه طلعت حركه المقشه ولا عماله تعمل بايديها في الارض. بصوا بقى هي تحب انها تمسك اي حاجه تلعب بيها، بتدور على اي حاجه تمسكها عشان تلعب بيها. لقت بقى جردل الزباله، ولقتني بقى هخش اركنس المطبخ، راحت بقى واخده الزباله كده من قلب جردل الزباله. بصوا الشماعه دي كانت مكسوره اهيت، وخدت الورقه ومسكت العصايه، وبصوا بتعمل كذا حاجه. انا دخلت بقى المطبخ عشان اكنسه بقى واروقه. السن ده بقى بصراحه عايز حد يقعد بيه، واحده كده تقعد بيها كده عشان الواحد يعرف يعمل اللي بيعمله. بعد ما خلصت بقى كنيسة المطبخ، طبعا بقى انا كنت مطلعه اللبن بتاعي عشان ما ينفعش اللبن يبقى في التلاجة، وجبت البيضه طلعتها وهنعمل بقى صينيه كيكه مع بعض. جبت هنا بقى في الخلاط كوبايه لبن ونص كوبايه زيت، وحطيت معاهم كوبايه من السكر، وحطيت معاهم مش هحط البيضه دي هحط اخر حاجه، وحطيت له كمان كيسين من الفانيليا،
ضربت الخليط كويس وحطيت معلقتين كبار من الكاكاو الخام. ضربت الخليط كويس جدا جدا وزودت زيت لحد ما ايه القوام بقى تقيل شويه. صبيت كوبايه من صوص الشوكولاته ده على جنب، وبعدين حطيت البيضه في الخلاط وضربتها تاني. كنت مستعجله احسن النور هيقطع وكنت عايزه الحق اعملها. بعد كده سبت صوص الشوكولاته ده على جنب. جبت كوبايتين من الدقيق منخولين كويس، ومعاهم كيس بيكنج باودر ورشه ملح، ذره ملح، وربع معلقه صغيره بيكنج صودا اللي هو الكربوناتو. وهجيب بقى خليط الخلاط هصبه على بوله اللي فيها الدقيق، واقلب في اتجاه واحد كده، واطلع من الهواء من تحت لفوق. ودي بقى ايه هصب الصينيه بتاعتي كده في صينيه مدهونه زيت ودقيق. وده الشوكولاته اهوت اللي انا حطاه على جنب. هدخل الصينيه الفرن، هتقعد في الفرن لمده 20 دقيقه على شبكة الفرن ونار متوسطة. اهم حاجة ان انت تطفي الشواية اول ما تدخلي الكيكة في الفرن. وده شكلها بقى بعد ما طلعت من الفرن. هبدأ اقطعها بقى بالشكل ده. ما نقطعش كيكة، لو هي بعد ما تبرد خالص قلبتها على الصينية ديت عشان احط لها كوباية صوص الشوكولاتة اللي انا ركناها على جنب وازينها بيه. هبدأ بقى كده اسوي بقى صوص الشوكولاتة دوت على الكيكة كلها، بحيث انها كلها تتغلف بصوص الشوكولاتة ده وعلى الحروف بتاعة الكيكة. وحاجة جميلة وطعمها حلو. وحاجة حلوة عملناها في مناسبة برضو كويسة. وحاجة على قد الإمكانيات الموجودة. والله والله لو كان في إمكانية أكتر كنت أنا عملت يعني، بس الحمد لله واحد بيحمد ربنا ويدبر نفسه ويمشي أموره على حسب الحاجة اللي موجودة عنده في البيت. والله صدقوني جربوها يا جماعة، جميلة جدا 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 واقتصادية، وبتعمل صينية مقاس 26. ويا رب بقى في النهاية يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتنزلوا تحت تعملوا اشتراك في القناة. بصوا بقى شكل الكيكة عامل ازاي اهي، حاجة عظمة، طعمها تحفة بجد. ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.